يا سلام، سؤال ما بياخدش. ما هو ده بقى بتاع الامتحانات، هو ده اللي يميز الفاهم، مش يا راجل عيب، يا راجل عيب، خليتونا مش عارفين نتكلم. بيقول لك اذا كانت الف بتساوي ده فان ده بيساوي كام. بص بقى، في واحد ممكن يحرق، واحد يبقى ممكن بيرفكتو. اللي هيحرق هيعمل ايه؟ هيضرب اتنين في الف في المصفوفه دي، وبعدين يجيب لها المحدد. دي اول حاجه البسط. وبعدين هيجيب محدد الف بس من غير ما يضربه في اتنين، يجيبه هنا وبعدين يضربه في اتنين، بعد كده يقسمهم على بعض ويشوف الناتج. يا راجل احنا فاضيين، يا راجل احنا فاضيين. هو انا قلت لك الشكل ده بتعمل فيه ايه؟ الشكل ده مش دي تطلع بره اس النظم، صح ولا مش صح؟ مش الاتنين دي تطلع بره المحدد باس نظم المصفوفه؟ طب المصفوفه على النظم 2 في 2، يبقى تطلع بره 2 اس 2 في محدد الف. طب وتحت في 2 محدد الف، يا سلام. طب ما هي دي 2 اس 2 دي باربعه، ما محدد الف راح مع محدد الف، 4 على 2 يعني 2. يا سلام على الجمال والحلاوه، يا سلام، سؤال ما بياخدش. ما هو ده بقى بتاع الامتحانات، هو ده اللي يميز الفاهم، مش يا راجل عيب، يا راجل عيب، خليتونا مش عارفين نتكلم. انا هنا مش هضرب الاثنين في المصفوفه واجيب لها المحدد، وبعدين اجيب المحدد من غير ما اضربها في اثنين واضربه. يا راجل، يا راجل، دي تطلع يعني مثلا قلت لك 3 الف، الثلاثه دي تطلع بره اس نظم المصفوفه. هو اكيد المصفوفات بتبقى اللي بجيب لها المحدد دي مصفوفات مربعه، يا 2 في 2 يا 3 في 3. يبقى 2 اس 2 لو هي 2 في 2، 3 اس 3 لو هي 3 في 3، واضربها في محدد الف. فدي مهمه، السؤال ده على فكره مهم.